من تحت الصفر للمليون واكتر. الثراء عمره ما كان حظ، الحظ ده مجرد كلمة بيستخدمها اللي فشلوا يخططوا ويمشوا صح. الثراء ده قرارات يومية وتفكير مختلف. انت مش فقير، انت بتفكر زي الفقير. الجملة دي صدمتك صح؟ بس دي الحقيقة. الفقير بيقعد يشتكي من الظروف، والغني بيصنع الفرص. الفرق الوحيد بينهم هو العقلية والقواعد اللي بيعيشوا بيها. فكر معايا كده، ليه ناس بتبدأ من الصفر وتبقى مليارديرات، وناس تانية بتضيع فلوسها في الهوا؟ الفرق كله في القواعد دي. دلوقتي هنولعها وهقول لك ازاي تخلي فلوسك تكبر كل يوم. 5 قواعد جديدة للثراء. النسخة القاتلة. القاعدة الأولى: خليك مدمن لحل المشاكل. الفلوس بتجيلك لما تحل مشاكل الناس، مش لما تحل مشاكلك بس. الغني دايما بيدور ازاي اساعد الناس واقدم لهم حاجة هم محتاجينها، اما الفقير كل تفكيره بيكون ازاي احل مشاكلي وبس. هقول لك دلوقتي على الخطوات التنفيذية للقاعدة دي. فكر في حاجة الناس حواليك محتاجينها، خدمة، منتج، او حتى فكرة. ابدأ صغير جدا، منتج بسيط أو خدمة سهلة التنفيذ. بعد كل ده اختبر فكرتك مع الناس اللي حواليك والقريبين منك وخد رأيهم. لما تشوف إن الفكرة شغالة كبرها خطوة خطوة. استمر في تطوير الفكرة بناء على آراء الناس. القاعدة التانية: اشتغل بذكاء مش بجهد بس. اللي بيتعب أكتر مش دايما اللي بيكسب أكتر، اللي بيشتغل بذكاء هو اللي بيكسب. الغني مش بيدور على الشغل اللي بيستهلك وقته كله وجهده، بيدور على نظام يخليه يحقق اكتر بمجهود اقل. هقول لك دلوقتي على خطوات تنفيذيه. قسم شغلك لجزء بيجيب دخل يومي وجزء بيبني استثمارات طويله الامد. لو شغلك روتيني فكر في طريقه اوتوماتيكيه تنجزه، زي مثلا انك تستخدم ادوات او برامج. وتعلم فن التفويض. وظف ناس يساعدوك في المهام اللي بتاخد وقتك وممكن اي حد يعملها مكانك. ركز على الحاجات اللي بتجيلك، ركز على الحاجات اللي بتجيب لك أكبر قيمة مقابل وقتك. خلي دايما في وقتك مساحة للتخطيط بعيدا عن الشغل. القاعدة الثالثة: اصنع نظام مالي خاص بيك أنت. الغني مش بيصرف كل اللي بيكسبه، بيقسم فلوسه بحكمة تخليه دايما سابق بخطوة. الفقير لما بيجيله دخل بيصرفه على الفواتير والرفاهية. الغني بيقسم كل جنيه بيدخله على اجزاء واضحه هو عارفها. هقول لك دلوقتي على خطوات تنفيذيه تنفذ بيها الكلام ده. اول حاجه: هتقسم دخلك لثلاث اجزاء. 50% للحاجات الاساسيه، 20% للادخار او الاستثمار، 30% للرفاهيه او الطوارئ. افتح حساب بنكي منفصل تماما اللي هتحوش فيه وتحط فيه فلوسك اللي انت بتدخرها، وخليه بعيد عن حسابك اليومي. استخدم تطبيق اداره ماليه زي بادجت او واي ان اي بي او وولي. كل 3 شهور راجع نظامك المالي وعدل عليه لو محتاج. استثمر المدخرات دي حتى لو في حاجه بسيطه زي شهادات الاستثمار او الصناديق مشتركه. القاعده الرابعه وقبل الاخيره: العلاقات كنز لازم تعرف تستغله. فلوسك مش بس في شغلك، فلوسك في الناس اللي حواليك. الغني بيبني شبكه علاقات قويه تساعده في تحقيق اهدافه، اما بقى الفقير بيضيع وقته مع ناس مش بيضيفوا له اي حاجه. هقول لك ازاي تنفذ القاعده دي. احضر فعاليات وندوات بتخص مجال شغلك او اهتماماتك. خليك دايما في تواصل مع ناس ناجحين او اصحاب خبره. قدم مساعده حقيقيه للي حواليك من غير ما تستنى مقابل. الحركه دي لوحدها هتخليك تعمل علاقات انت مش متخيلها. وبعد كده اتعلم فن الاتصال الفعال، اللي هو ازاي تخلي الناس تحب تسمعك وتحترمك. ابعد عن العلاقات اللي بتستنزف وقتك وطاقتك وبتعصبك وبتخرجك عن شعورك. القاعدة الخامسة والأخيرة: خلي التعلم عادة يومية. الغني مش بيقف عند مرحلة تعليم معينة، هو دايما بيتعلم ويطور من نفسه. العلم والمعرفة هما البنزين اللي بيزود سرعة ثروتك. خلي بالك، كل كتاب بتقراه أو مهارة بتتعلمها هي خطوة إضافية للثراء. هقول لك إزاي تنفذ القاعدة دي. خصص ساعة يوميا للقراءة أو إنك تتعلم عن الفلوس أو الاستثمار. احضر كورسات أونلاين على مواقع زي كورسيرا أو يوديمي. تابع بودكاست او قنوات يوتيوب لرواد اعمال ناجحين، والخطوه دي تحديدا مجانيه، عشان لو قلت لي الكورسات بفلوس فعندك البودكاست اللي على قنوات اليوتيوب. شارك معرفتك مع غيرك علشان تثبتها وتتعلم اكتر. استثمر وقتك في انك تتعلم حاجه جديده كل 6 شهور، ده على الاقل. الخلاصه:
القواعد دي مش كلام، دي خطة حياة. قواعد الصراع مش كتاب تقراه بس، هي أفعال بتطبقها كل يوم. مش مهم أنت فين دلوقتي، اللي يهم هو أنت عايز تروح فين. خليك صريح مع نفسك واسأل إيه الخطوة اللي هبدأ بيها النهاردة.